تتجه أنظار جماهير كرة القدم إلى انطلاق موسم 2026-2027 في ظل استعدادات مكثفة يخوضها ريال مدريد وبرشلونة بطموحات متجددة لاستعادة الأمجاد ومواصلة المنافسة على جميع الألقاب. ويدخل ريال مدريد الموسم الجديد برغبة كبيرة في تعويض إخفاقات الموسم الماضي بعدما عزز صفوفه بعدد من الصفقات البارزة أبرزها دينزيل ودومبريس ومارك كوركيلا وإبراهيم كونتاكي وبرناردو سيلفا إلى جانب المحافظة على القوام الأساسي للفريق. كما يعول النادي كثيرا على مدربه الجديد جوزيه مورينيو الذي عاد إلى قيادة الفريق بخبرته الكبيرة وشخصيته القوية وسط أمل بأن يحدث الفارق ويعيد الانضباط والروح التنافسية إلى المجموعة ويقودها لاستعادة لقب الدوري الإسباني والعودة إلى منصة التتويج بدوري أبطال أوروبا. ويعمل الجهاز الفني على رفع الجاهزية البدنية والفنية وإيجاد الانسجام بين اللاعبين الجدد والقدامى بما يمنح الفريق أفضلية قبل انطلاق الموسم. في المقابل يواصل برشلونة استعداداته بقيادة المدرب هانس فليك الذي يركز على تطوير الأداء الجماعي وتعزيز الاستقرار الفني بعد النجاحات التي حققها الفريق في الموسم الماضي. كما عزز النادي صفوفه بعدد من العناصر الجديدة أبرزها ماركوس راشفورد وجوان غاريسيا وروني بارديجي في إطار سعي لزيادة جودة التشكيلة ورفع مستوى المنافسة في مختلف المراكز. ويضع برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا على رأس أولوياته خلال الموسم الجديد بعد أن اقترب من المنافسة على اللقب في الموسم الماضي، إذ يسعى النادي الكتالوني العودة إلى منصة التتويج الأوروبية بالتوازي مع الدفاع عن الألقاب المحلية ومواصلة المنافسة على الدوري الإسباني وكأس الملك.